سلام يا سيد. سلام ونعمة وبركة. واحنا خلاص عدينا وقت كبير جدا من اسبوع الالام، واحنا النهارده في يوم مميز وهو خميس العهد، ومن اسمه المفروض اعمل عهد جديد بيني وبين ربنا. واحنا كشباب متعودين ان احنا نعمل عهود كتير بيننا وبين ربنا، زي مثلا ان انا اقول له خلاص هصلي والتزم بالوصايا، لكن مش بكمل اسبوع وبقع تاني. ازاي يا سيدنا اعمل عهد جديد بيني وبين ربنا، عهد ثابت ما يتغيرش؟ خلينا مثلا النهاردة ناخد عهد بالتناول، مش اسمه خميس العهد. ناخد عهد نحن نتناول باستمرار. في آية جميلة قالها داود النبي في مزمور 119: تعهدات فمي باركها يا رب. نصليها في نص الليل، تعهدات فمي باركها يا رب. وبنقول دايما المنهج الروحي الجميل: الإيجابيات تستمر مهما كانت السلبيات. الإيجابيات دي اللي احنا نكلم ربنا في الصلاة، نسمع ربنا في الإنجيل، وناكل جسد ربنا في التناول، مهما كانت الخطايا ومهما كانت المشاكل ومهما كانت المشغوليات. ما احنا مش هنبطل نتحارب بالخطايا، والمشاكل مش هتقع، هتنتهي مشكلة وتطلع مشكلة تاني، والمشغوليات مش هتقف، هتنتهي مشغولية وتطلع مشغولية تاني. إنما احنا عايزين النهاردة نقطع عهدا، نقول له يا رب أنا هتناول مرتين في الأسبوع مهما كانت خطاياي ومهما كانت مشاكلي ومهما كانت مشاغلي، ونقطع عهدا نقول له تعهدات فمي يا رب باركها. واحد زي قداسة البابا كرولوس عشان يصلي قداس كل يوم ما كانش ساكت. أنا فاكر الدكتور يوسف رياض، ده أستاذ قلب، كان بيعالج قداسة البابا كرولوس وقداسة البابا شنودة. فمرة كان عند البابا شنودة وأنا كنت قاعد معاهم، وبيقول له لما تعب قداسة البابا كرولوس بشرايين القلب، فادينا له برنامج غذائي وبرنامج دوائي، وكان ملتزما جدا وبينزل يصلي قداس كل يوم بقى. ففي يوم قال له معلش بقى يا سيد، ما ينفعش القداس اللي كل يوم ده. قال له شوف يا دكتور، أنا بقول لكم حاضر في كل حاجة بس دي لا. لكن ما كانش سهل إنه يلتزم. تعهدات فمي باركها يا رب، خميس العهد. فلنأخذ عهدا نحن نتناول من الجسد السيدي والدم الذي أريق من أجلنا. ناخد عهدا إن احنا نتناول بانتظام. اللي يقدر مرتين في الأسبوع كويس، اللي يقدر 3 في الأسبوع كويس. واحد طلع على المعاش يتناول كل يوم، يعني كل واحد بحسب ظروفه، بس يقطع عهدا ويقول له يا رب تعهدات فمي باركها، ويحط في ذهنه إنه هيتحارب بخطايا وبمشاكل وبمشاغل ومش هتقف حروب، إنما الإيجابيات تستمر مهما كانت السلبيات. تمام يا سيد. واحنا بنتكلم عن العهد، اثناء اعداد الفصح الرب يسوع مع تلاميذه قال جمله عجيبه جدا، قال اين الفصح؟ اين المنزل حيث اكل الفصح مع تلاميذي؟ ويعني معقول يا سيدنا ربنا مش عارف المكان؟ بنحس بخوف شويه لو السؤال ده توجه لكل حد فينا كشباب. ازاي اكون مستعد لاجابه سؤال زي ده؟ هل انا فعلا بأرحب بالرب يسوع في حياتي بالكلام، ولا المفروض اعمل ايه؟ هرد عليك في السؤال ده بآية جت في يوحنا 14 آية 23: إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. إن أحبني أحد يحفظ كلامي، فكل ما نعيش بالوصية نكون جاهزين إن المسيح والآب ييجوا يصنعوا منزلا في قلبي من جوه. آية جميلة ومهمة. باختصار إن احنا نجاهد في حفظ الوصية. إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. بس أنا مش عايز حد من الشباب
يصاب باليأس أو بالإحباط. لا، إحنا النهاردة إذا وقعنا نقول لا تشمتي بي عدواتي وإن سقطت أقوم. ولو في مشكلة بكرة هتتحل. ولازم يكون عندنا الأمل والرجاء ونجاهد في حفظ الوصية عشان تنطبق علينا الآية إليه نأتي وعنده نصنع منزلا. تمام يا سيد. في العادة الجميلة بتاعة الفصح الرب يسوع كان بيعلمهم وبيتكلم عن الفترة اللي جاية هتمشي ازاي. فكان المميز كان ردود فعل بطرس، كان دايما بيتكلم ويقول أنا استحالة أنكرك يا رب، بمعنى اللي هو لو هتموت أنا هموت معاك. جه في بالي مشهد شهداء ليبيا، وإن هو أكيد في زمانهم مر عليهم الفكر ده أو اتكلموا حتى مع بينهم وبين بعض في حاجة زي كده. لكن سيدنا لما اتحطوا في الموقف نفسه فعلا ماتوا في المسيح. الإيمان ده والقدرة دي بنحس بضعف شديد يا سيدنا، إن إحنا لما نفتكر ناس قريبين مش بعاد عننا، بس بنفتكر ضعف شديد إن إحنا مش بالإيمان والقدرة الحلوة دي. شوف، الإيمان ثمرة من ثمار الروح كما ورد في غلاطية 5. وأما ثمر الروح محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان. هي الثمرة السبعة. كل ما نعيش مع ربنا كل ما الثمر في حياتنا هيكبر، ومن ضمنهم ثمرة الإيمان. ولكن زي ما حضرتك قلت كده ربنا بيسندنا. ثق إن في قصة شهداء ليبيا ربنا سندهم، ربنا سندهم، وربنا بيسندنا في ضعفنا. إحنا علينا نجاهد لكي ما تنمو في حياتنا ثمرة الإيمان، ونثق إنه ربنا هيسندنا في الزنقات والضيقات والتجارب زي ما سند شهداء ليبيا. شكرا جدا يا سيد. ربنا برضو النهاية اللي بقولها في كل حلقة يعطينا أن نعيش أسبوعا مقدسا ونصنع لقاء مع الرب في كل موقف وفي كل يوم بقدر الإمكان. ودي الثمرة اللي هنطلع بيها في نهاية أسبوع الآلام. ربنا يديم صلواتك لينا دايما يا سيد. ربنا معك يا حبيبي. وانت كمان كمل معانا أسبوع الآلام واحنا خلاص في قرب النهاية، عشان تعرف شخصية أكتر وتعرف انت مين فيهم. مين فيهم فضل هوا